السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين في الدنيا متابعيني، يلا بينا حبايب قلبي لقراءة خفيفة ظريفة زيكم يا أغلى الغاليين أغلى الغاليين وانتوا عارفين. عايزة أرحب بكل متابعين المستديمين اللي بيدعموني بكل حب، وأهلا بكل متابع أو متابعة جدد انضموا للقناة. أهلا بيكم بين عائلتكم الجميلة. هنبدأ قراءتنا زي ما احنا متعودين بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنستمد طاقة الفيديو من اسم الله الشافي. بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي. القراءة النهاردة حبايب قلبي عن الشخص البعيد عنك، وعندك فضول او عايز تعرف او نفسك تطمن يا ترى الشخص ده بيفكر فيك، لسه فاكرك ولا ما انتش بتخطر على باله. طب لما بيفتكرك، سواء بيفكر فيك عن عمد او لما بتخطر على باله، ايه احساسه في اللحظة دي؟ هل انت ما زلت ليك مكانة عند الشخص ده، ولا خلاص اصبحت شخص عادي زي اي حد وعلاقته بيك علاقة عابرة وانتهت وراحت لحالها، والمفروض انه يبدأ حياته من جديد؟ قراءة بتكون من خلال مجموعتين، والاختيار على حسب الحجر شكل الكارت، أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك. فلو كان اختيارك على حسب الحجر الفيروزي أهو، أو الشكل ده من الكروت، أو لو كان أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ألف ب ت ث ج ح خ د ذال راء زين سين شين صاد ضاد، فأنتوا حبايبي من أصحاب المجموعة الأولى. أما لو كان اختيارك على حسب الحجر البيج، أو الشكل ده من الكروت، أو لو كان أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ط ظ عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ه واو ي، فأنتوا حبايبي من أصحاب المجموعة التانية. وتنتظروني قليلا أصحاب المجموعة الأولى وأصحاب المجموعة التانية. هتلاقوا الحروف إن شاء الله في صندوق الوصف وقت نزول القراءة. ويلا نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعايزة أنوه لأن القراءة النهاردة هتنزل متأخر عن ميعادها، عذرا لأني لسه راجعة من عند الطبيب. يعني كنت في استشارة كده عند الطبيب، وقلت لو رجعت بدري هصور، ما رجعتش بدري فمفيش نصيب، لكن واضح ان ليا نصيب اكون بينكم النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. أصحاب المجموعة الأولى. طيب، أصحاب المجموعة الأولى لسه كارت. سبحان الله، في كارتين. طيب تمام. أصحاب المجموعة الأولى، أنا عايزة أقولك إن طاقة الشخص اللي أنت داخل تسمع عنه، أنا شايفة إن الشخص دوت شخص ملتزم، شخص مسؤول، شخص أب أم أخ كبير أخت كبيرة، مسؤولة عن أشخاص كتير جدا جدا، وشايل الهم. يعني حد كده شايل هم المسؤوليات، وخايف من إنه بيتخذ قرارات تخصه وتخص بعض الأشخاص، أو إن مسؤوليته المفروض إنه يتحاكم عليها. يعني لو هي أم، مش حابة أبدا تقال عليها إنها أم فاشلة أو إن هي مقصرة تجاه أولادها. لو هو أب، مش حابب أبدا يسمع كلمة أنت أب مش مسؤول، أنت مش بتقوم بدورك، أنت مش فايق لنفسك ولا لبيتك ولا لأولادك ولا زوجتك. ولو كان ابن أو ابنة، مش حابين أبدا يتم اتهامهم مثلا بأنهم بيعوقوا الأم والأب. فأنا شايفة إن طول ما هو مركز على الأمر ده ففي عبء عليه. يعني عارفين اللي هو حد حاسس ان هو مجبر انه يقوم بالدور الطبيعي اللي اي حد بيقومه. ليه بقى؟ لانه حاسس انه بيقوم بالدور ده مش كاره ليه، ولكن مش لاقي العوامل المحيطة اللي بتهيأ له الراحة والسعادة. يعني حد كده بيقوم بدوره خايف دايما من الانتقاد، خايف من اللوم، لانه حاسس انه تحت الميكروسكوب، او ان هو ممكن يتلام او وفي نفس الوقت مش لاقي الظروف
اللي تخليه يكون مرتاح او مبسوط وهو بيقوم بدوره ده. فانا شايفه ان هو في الطاقه الحاليه بيقوم بتاجيل بعض المهام، يعني ما بيقومش بدوره كامل، هو على علم وعارف هو بيعمل ايه، وكأن هو بيقول بيوفر طاقته، بيعاقب اللي حواليه احيانا، بيحاول يتجاهل تأجيل ان حد مثلا لو في اطراف في حياته يقوموا بالدور اللي هو مش حابب يقوم بيه، ولكن ما عندوش القدرة انه يمتنع عن اداء دوره بشكل كامل. يعني حد كده بيتكاسل بمزاجه حقيقي، يعني نقول بيتكاسل، طاقة بقى من الكسل، ممكن طاقة من الخمول، ولكن هو يستطيع ان هو ينتفض. يعني مش طاقة كده مسيطرة عليه مخلياه مسلوب الإرادة، لا، هي الطاقة بتجيله وهو كأنه ما بيصدق فبيستسلم. شايفة ان الشخص ده في امور بالفعل على قد ما هو بيأجل امور، لكن في امور لازم يتم انجازها في وقت معين. يعني ممكن يأجل يأجل يأجل، ولكن يجي في فترة معينة لازم ينجز بعض المهام اللي أجلها، اللي المفروض ما فيش حد غيره يقوم بيها. اما في مهام ممكن غيره يقوم بيها فبيسيبها، مش مشكلة، هو عارف ان في غيره هيقوم بالدور ده. شايفه ان الشخص دوت في الوقت الحالي بياخد قرارات ولكن بيتراجع فيها، يعني ياخد قرار ويرجع فيه، ياخد خطوه ويرجع فيها، مفيش حاله من الثبات او مفيش شيء نوع من انواع الاستقرار. يعني الصبح بحال، بالليل بحال، الصبح ياخد قرار، بالليل يلغي القرار ده. مثلا يكون متفق ان هو رايح المكان الفلاني مع بعض الاشخاص حتى وان كان للنزهه، تفريغ طاقة مثلا، عارفين اللي هو اجتماع مع اصدقاء، فجأة تلاقيهم بيتصل بيهم، لا انا مش نازل، طب في ايه؟ مفيش، اصل انا تعبان. هو مش تعبان ولا حاجة، ولكن هو بيكون مش مستعد. شايفة ان الشخص دوت عنده بعض المخاوف، ودايما خوفه من التغيرات المفاجئة، وكان الشخص دوت مر في حياته بأكتر من شيء، يعني مواقف او مراحل من حياته اتغيرت فجأة. كان مثلا في حياة هادئة مستقر مثلا ماديا، فجأة حصلت خسارة، أموره المادية اتبدلت. كان في عمل والعمل ده كان كويس جدا أو شراكة، فجأة اتبدلت. أم مثلا فجأة توفت، أب فجأة توفت. ففي أمور بتتغير في حياته، ولكن بيكون ليها تأثير سلبي ومؤثر فيه إلى الآن، فده بيخليه دايما خايف من أي تغيرات. يعني عارفين دوت شخص لو جيت له مكالمة تليفون مثلا في وقت متأخر على غير العادة من رقم مجهول او ما يعرفش رقم مين، حتى لو يعرف الرقم تلاقيه اترعب، خاف، في ايه اللي حصل. لو مكالمة الصبح بدري، حد غاب عنه فترة طويلة ما كلموش، فجأة اتصل بيه، تلاقيه ينتفض كده، يقلق، يعني بينتابه حالة من الهلع، الخوف، ويرتبك، وبعد كده ما يفهم الوضع تلاقيه يرجع يرتاح تاني ويهدى، فيبدأ يلوم على نفسه، انا ليه كده؟ انا ليه مثلا دايما بوتر نفسي على الفاضي؟ محتاج حد عارف انه محتاج يهدى، محتاج يكون اعصابه اقوى، يكون رد فعله فيه ثبات شويه. ولكن الشخص ده دايما تلاقي ردود افعاله سريعه، وردود افعاله جارحه لاشخاص كتير، لدرجه ان هو شايف ان كان له تصرفات وردود افعال وخطوات قدرت تموت احلام وامنيات عنده، وكأنه ما بيقدرش يتراجع. يعني هو عارف ان قراراته بتبقى غلط، معنى ان هو يبقى عارف ان القرار ده غلط وهيحرمه من انه يحقق امنية في حياته، ولكن ما عندوش استعداد يعترف باخطائه، فده شخص عنده مشاكل كتيرة جدا وعنده جنون العظمة. طيب طاقته تجاهك، هو منجذب جدا ليك، منجذب ليك وبيفكر فيك، وكأنه مشتت وبيسرح كده وبيتخيل قد ايه انتوا كنتوا سعداء مع بعض وكنتوا مبسوطين. ده غير ان الشخص دوت عاشق لتفاصيلك، يعني شايف ان هو شخص مسحور بيك، فعلا مسحور بيك. الشخص دوت احيانا بيتكلم معاك وانت مش موجود، بيعتب عليك، بيلوم عليك، بيحب فيك. شخص كده شايف ان هو كان يملك انه يحقق لك كل شيء، ولكن اما كان بخيل او كانت ظروفه غير مساعداه، او ان انت اللي منكم. لان انا شايفه ان في بعض الطاقات ظاهره قصادي كلها بتؤدي الى ان الشخص ده بيلوم عليك انك ما كنتش صبور، او ان انت عاقبته، فبيلوم عليك ان انت عاقبته ليه. ولكن طاقته تجاهك كلها انجذاب وتفكير فيك بشكل مبالغ فيه، وخصوصا اوقات الليل. والشخص دوت لو يملك يجذبك ليه، يخطفك لعالمه، مش هيتردد. الشخص دوت بيعمل لك جلب، الشخص ده بيعمل لك جلب. الشخص دوت بيتابع بعض الفيديوهات اللي فيها جلب الحبيب
حاجات كده غريبة بتبقى موجودة على اليوتيوب. ممكن يكون بيسعى، بيلهس وراءها لمجرد انه يجذبك ليه من جديد. طيب اجي لطاقتك انت يا صاحب المجموعة التانية، والله واضح كده ان انت بالفعل انت معاند مع الشخص ده. يعني واضح ان هو طاقة اللوم او اكتر من كارت بيؤكد ليا ان هو بيلوم عليك على موقف انت خدته. واضح ان انت هنا كنت غضبك خلاك او الشخص دوت وصلك لدرجة سيئة جدا، لدرجة ان انت اصبحت في عناد معاه. فانت بطبيعتك شخص عنيد، ولكن كنت ما بتحاولش تعنده، هو بقى اجبرك انك توصل للمرحلة دي. الشخص ده خسرك لانه ضعيف الشخصية، خسرك لانه غير محدد لموقفه او مش واضع شكل طبيعي مستقر للعلاقة دي، فكأنه خسرك للأبد. شتتك، حاولت تفهمه، حاولت تقرب منه، حاولت تتودد ليه، ولكن دايما كان مجهودك رايح على الفاضي. انت شخص مش قليل، انت شخص قوي جدا، شخص تملك انك تتوجد في اكتر من علاقة، شخص عندك امال وعندك طموح وبتعرف تعوض الخسائر. يعني الشخص دوت لو تسيب لك في خسائر انت ممكن تقدر تعوضها بنفسك وباعتمادك على ذاتك، او كأن انت اخد عهد على نفسك انك ما تلجأش للشخص ده وما تظهرلوش ضعفه مهما كنت محتاج له ومهما كان هو فارق معاك في حياتك. شايفة ان انت في الوقت الحالي متماسك جدا لأبعد الحدود، وكأنك اخد عهد على نفسك ان انت ما تظهرش اي مشاعر تطمن الشخص ده ان انت لا انت بتراقبه ولا انت منتظره ولا انت عايز تكون في العلاقة دي من جديد. الشخص ده كان بيتعامل معاك بطريقة فيها قسوة، فيها عصبية، فيها جحود، فيها وتجاهل اكتر لمشاعرك، تجاهل لاحتياجك، او كان دايما بيحاول يضغط على نقاط الضعف عندك او نقاط احتياجك ليه، او دايما كان بيستمتع لما بيشعر ان انت محتاج له. طاقتك تجاهه انت كأن انت رافض حالة الصمت، شخص صامت، شخص غامض، لما بيتكلم بقسوة، لما بيعبر بطريقة غلط، ما بيعطونيش اللي انا محتاجه. شايف ان الشخص دوت ان هو كان سبب اضطراب ليك او دخلك في حالة اكتئاب، وشخص بالنسبة لك الى الان غير مفهوم. يعني انت الى الان مش قادر تحدد موقف الشخص ده، هل هو بيفكر فيك او لا، هل هو لسه بيحبك او لا، هو عايز يكمل معك في العلاقة دي او لا. فالشخص ده انت طاقتك تجاهه مش فاهم العلاقة وضعها ايه ولا رايحة فين ولا جاية منين، ولكن كل اللي انت عايزه ان انت مش ما عندكش استعداد انك تتنازل لشيء انت مش فاهم هيوصل بيك لفين. يعني ممكن حد يتنازل، لكن انا بتنازل لان عارف ان في مقابل. انت هنا مش قادر تفهم هل ممكن في يوم من الايام يمنحك المقابل اللي يكون مرضي ليك وفيه تعزيز لوجودك في حياته، او يظهر ليك قيمتك في حياته، او يتمسك بيك او لا. فطول ما انت عارف او لا دي وبين او لا، انت ناوي تقف في مكانك. ولكن شايفه ان منكم ناس غيرانه جدا على الشخص ده وغضبانه جدا جدا عليه ومندفعه، ولكن انت كأنك في حاله انتظار لعودته عشان تقول اللي جواك، لان انت جواك كلام كتير. حتى وان كانت العلاقه مش تكمل، انت عندك امنيه انك تقول كل، عارفين كأنك كده متعبي كلام، عايز تخرج الكلام اللي جواك كله عشان ترتاح. هنكمل مش هنكمل، بس انا عايزه اقول اللي عندي وخلاص. ولكن انت منتظر لحظه رجوعه، وكأن في احساس بيقولك انه هيرجع، الظروف هتسمح لك انك تقوله، او ممكن صدفه تجمعكم وتقول اللي انت عايز تقوله. وانا متأكدة ان انت هيجيلك لحظة وهتقول اللي انت عايزه يا صاحب المجموعة الاولى. الطاقة المشتركة انتوا الاتنين في حالة غضب رهيب جدا جدا من بعض، انت غضبان وهو غضبان منك، انت متضايق منه وهو متضايق منك، ولكن سبحان الله انتوا الاتنين مش راضيين ابدا عن بعضكم عن بعض. يعني حالة غضب ولكن مش كره. انتوا الاتنين نفسكم ان في امور في حياتكم تتبدل، انتوا الاتنين بتفكروا في بعض بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن عندكم احساس بالملل، عندكم احساس بالاكتئاب، عندكم احساس بالحزن. لولا الظروف، الضغط عليكم انتوا الاتنين، لولا التزاماتكم الكبيرة انتوا الاتنين، كان كل واحد فيكم دخل اوضته وقفل على نفسه وقعد يعيد الذكريات ويبكي على اللبن المسكوب. ولكن الظروف اقوى من الحزن والألم وأقوى من الإنسان، الظروف اللي عندكم. لأن واضح إن أنت قلت لك أنت شخص عندك التزامات، عندك مسؤوليات، عندك حياة لازم تكمل، لازم تقدم فيها، لازم تمنح لغيرك، وإلا
هيحصل شيء انت ما تقبلوش وما ترضاش بيه وانت غير مهيأ ليه، فانت كأنك مجبر انت كمان تدوس على اوجاعك واحزانك وتكمل حياتك مهما كنت عندك شعور بالخسارة اللي الشخص ده اتسبب ليك فيها. شايفة ان انتوا الاتنين حاسين ان في فرص كتير ضاعت في العلاقة دي، هو شايف ان انت ضيعت فرص كنتوا ممكن تكونوا تتعاتبوا او تكونوا مع بعض، وانت شايف ان هو ضيع فرص كتير بينكم كان ممكن يستخدمها او يستغلها لصالح العلاقة، ولكن كان دايما بيظهر ليك تجاهله وقدرته على التخلي اكتر ما بيظهر ليك رغبته في انه ينتظر جنبك او انه يتمسك بيك. العلاقة دي انتوا الاتنين عايزين محتاجين تتحبوا، محتاجين تعبروا عن مشاعركم، محتاجين لحظات جميلة، ولكن قبل اللحظات الجميلة محتاجين انكم تكونوا صافيين. طب امتى هنبقى صافيين؟ او تشعروا بالامان عشان اقدر بعدها اعبر عن حبي او استقبل حب. ما انت ما تجيش تبقى ظالمني واذيني وسمحت لتدخلات بعض الاشخاص او ناس هدت اللي بيني وبينك او انت هديت اللي بيني وبينك وتيجي تقول لي يلا نرجع. طب انا عايز اتكلم، عايز افهم، عايز اخد حقي وبعدين ابدا اشوف هل انا فعلا مستعد ان انا احب واتحب ولا لا. ولكن انتوا الاتنين محتاجين للحب في حياتكم. طيب يا شرى يا ترى الشخص ده فاكرك ولا خلاص نساك؟ هل ما زال فاكرك ولا لا؟ بيستقوى، معنى اول ما اقول لك بيستقوى يبقى الاجابه وصلتك. طيب بصوا هقول لكم على حاجه. الشخص ده بيحاول يظهر ليك القوه عشان يخفي ايه؟ يخفي الحاله اللي هو بيعيشها من غيرك، احساس بالخساره واحساس بالندم، وايه اللي انا عملته في نفسي ده ويا ريتني ما وصلت اللي بينا لهذا الحد. الشخص ده مش قادر ينساك ومش بينساك ودايما فاكرك وعارف عنك اخبار كتير. الشخص ده بيراقبك ومنتظرك، بيراقبك ومنتظرك، اما منتظرك او منتظر شيء حاسس انه ممكن يرجعك ليه، اما ان انت تطلب حقك او انه يستفزك ويجبرك انك تتواصل معه. انت بتعمل كده ليه؟ مش اللي بينا كله انتهى؟ ما تتدخلش في حياتي، ما تظهرش قصادي، ما تحاولش تسأل عني. عارفين؟ ففي حد كده كأنه منتظر خطوة منك. يعني أنا شايفة أنه هو كأنه بالفعل منتظر منك خطوة، إما عشان تطلب حقوقك أو عشان تفهم بعض تصرفات بتصدر منه غير مفهومة بالنسبة لك. شايفة أن الشخص ده في الوقت الحالي هو مقتنع أن أنتوا ما بعدتوش. لا، احنا على خلاف، واختلاف الرأي لا يفسد للود القضية، وكأنه شايف ان الود لسه موجود والمحبة لسه موجودة والمشاعر لسه موجودة عندك يا صاحب المجموعة الأولى، وان هو يملك خلي بالكم، يملك انه يرضيك ويملك انه يقدم لك اللي يسعدك، ولكن هو اخد موقف منك، لان الشخص ده ممكن يكون عايز يأكد ليك ان انت مش فارق معاه لمجرد انك تتمسك بيه اكتر. لان انا شايفة ان الشخص ده مش كرهك، مش عايز يبعد عنك، مش بينساك ومش يعني مش بيدور على حاجة تخليه ينساك. يعني حتى وان كان الشخص دوت متعدد العلاقات، الا ان انا شايفاه عاطي ظهره العلاقات كلها. وكأن الشخص دوت هقولها لكم بمنتهى الشفافية والصراحة، وممكن ناس تقول لي اسماء انت بتبالغي قوي فيها، انا كاني شايفه ان الشخص دوت شعوره تجاهك او لما بيفكر فيك الشخص دوت شايف ان لا في شخص يملى عينه غيرك ولا شخص ممكن يدخل قلبه غيرك، وكأن هو ماشي وانت مليه. انتوا عارفين يعني ايه مليه؟ يعني كأن كده انت عايش جواه،
فوجودك طول ما انت جواه، طول ما مفيش اي فرصة لدخول طرف اخر حياته. وان كان لمنكم في طرف اخر في حياة الشخص دوت، الا اني صدقوني هو عطيله ظهره تماما وبيتجاهله لابعد الحدود، وبيبحث عن الشعور والاحساس اللي كان بيشعره معاك انت فقط. ولكن الشخص ده اخد موقف، وموقفه تجاهك غير مقنع بالنسبة له. المشكلة انه مش مقتنع، انه حاسس ان هو اللي هد العلاقة دي، هو اللي اثر عليك تأثير سلبي، هو اللي اجبرك ان انت تعنده، او اجبرك انك تبعد، او اجبرك انك تلتزم الصمت، او اجبرك حتى ان انت تتوقف عن عطائك ليه او محاولاتك لارضائه. فشخص عاشق ليك مش بينساك، مش قادر ينسى قد ايه ان انت كنت سبب استقرار وسعادة، بل بالعكس يمكن انت كمان كنت داعم او كنت بتقويه على انه يقوم بدوره الحقيقي في حياته. ويمكن انت كنت سبب ان الشخص دوت اخد طريق جديد في حياته، كان سبب بداية قوية وسعادة، او خرجته من حيرة او من مشاكل ازمات قوية جدا جدا بسبب وجودك في حياته. اما كان بيستفاد بطاقتك الإيجابية، أو أنت كنت بتدعم الشخص ده ماديا أكتر ما كنت بتدعمه معنويا. طيب تعالوا نكمل ونشوف. طيب هل هو مرتاح؟ يعني هل هو مرتاح؟ هو حاسس ان هو اللي بوظ كل حاجة. طيب هو مرتاح؟ يعني شايف ان ده، حتى ولو في ناس بتقولك انا تعبان في البعد، لكن برضو البعد اريح ليا. طيب هل هو فعلا رغم تفكيره فيك وان هو مش قادر ينساك، هل هو وجد راحته في بعدك؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. يا نهار ابيض، لا طبعا. ارتاح ازاي؟ ارتاح وانا مش لاقي نص التاني، ارتاح وانا حاسس ان انا وحيد واجبرت ان اكمل حياتي لوحدي، ارتاح ازاي وانا اخترت ابعد عن اكتر انسان كان هو هدفي في الحياة، او كان طريقي وسبيلي للسعادة والاستقرار، والوحيد اللي كان بيمنحه الحب الحقيقي. الشخص دوت مش مرتاح لانه كمان غيران عليك يا صاحب المجموعة الاولى، وغيرته عليك مسببه له حالة من عدم الراحة. يعني مش مرتاح بعدم وجودك، ومش مرتاح لانه كمان غيران عليك. الشخص دوت عارف ان انت استحالة تاخد موقف تجاهه، واستحالة ان يكون ليك رد فعل ايجابي، ولكن ان كان هيكون ليك رد فعل على بعض تصرفاته او حتى تجاهله ليك، هيكون رد فعل قاسي جدا جدا جدا، ومش هيكون اقل من انك هتطلب حقوق يمكن انت في يوم من الايام تركتها. فانا شايفة كمان ان في شعور بالخوف منك. يعني حتى لو انت في الطاقه دي ملتزم الصمت، الشخص دوت عنده فضول يعرف طب انت ساكت ليه؟ ايه اللي معاك او ايه اللي انت تمتلكه مخليك ساكت وملتزم الصمت، وكانه حاسس ان انت كانك بتضغط عليه للرجوع. لذلك كانه هو اخد من العلاقه، يعني انت اضغط عليا وانا هضغط عليك، وشوف مين الشاطر اللي هيكمل ومين اللي نفسه قصير وهيرجع الاول. متوتر جدا الشخص ده، طول ما هو حاسس ان انت متواجد حواليه وانه مش قادر ينساك بيتوتر، ويمكن طاقته المنخفضة وعدم رغبته في انه يكون مع بعض الاصدقاء او انه يقوم بمهامه كلها او بسبب عدم وجودك. الشخص ده احيانا بيبكي عليك، طاقته بسببك وحشة. يعني ايه وحشة؟ يعني حاسس انه كل حاجة مش كاملة، كل حاجة ناقصة، عنده احساس بالاحباط، عنده احساس بانه هو حتى كبني ادم طبيعي مش قادر يقوم بمهامه. الشخص ده بيحبك وطاقة الانجذاب اصلا دي كانت واضحة جدا جدا في طاقته تجاهك. الشخص دوت مش هيحب حد زي ما كان بيحبك. وكأنه انتوا عارفين، حاسة ان الشخص ده الطاقة اللي قصادي انسان طول ما انت قصاده بيكون قوي، بيبقى في قوة كده، او في قدرة على الرفض، قدرة على التجاهل. ولكن سبحان الله اول ما تبعد عنه قلبه يوجعه ويندم، ويرجع يبحث عنك في طريق هو عارف انه مش هيلاقيك فيه. فانت مع شخص هو كأنه مش عارف. شايفين؟ ماشي طريق لوحده
وكأنه بيبحث عنك، وعارف انه مش هيلاقيك، وعارف انه هو هيتعذب وهيتألم وهيتوجع، ولكن موقفه اللي اخده تجاهك هو ده سبب مقيد بيك. الشخص دوت بيخدعك يا صاحب المجموعة الاولى. الشخص دوت بيخدعك ان كان اظهر ليك ان هو متجاهلك، ان انت مش فارق معاه، انه مش عايزك في حياته، انك ومش خلاص انا كرهتك. لا، كل دي خداع لمجرد ان هو يثبت على موقف خده او تصرف اتصرف بيه، او انه ما يحاولش يبذل مجهود لاجلك او يظهر ضعفه ليك، فتبدا انت تقول طيب انت عايزني. لان على فكره انتوا منكم اشخاص بتقول ايه؟ عايزني يديني حقوقي، عايزني يرسم العلاقه، عايزني يبقى العلاقه دي علاقه ليها مكانه وانا ليا مكانه. فانت رابط بعد كلمه عايزني مش عايزه، لا انا عايزك، ولكن عايز اللي ليا من العلاقه دي. فهو دايما باصص انت ليك ايه عنده. شخص متحكم جدا، ويمكن املى عليك بعض الشروط في يوم من الايام، شروط تعجيزيه، وهو متاكد ان انت هترفضها، ولكن عايز يثبت لنفسه شيء. سبحان الله، شخص كأنه عايز يثبت لنفسه ان هو مازال يملك قلبك. انت بتحبه، ولكن عارفين في مثل بيقول كتر الأسود كتر البعد يعلم الجفا، او كتر القاسية تعلم حاجة زي كده. انت كأنه بالظبط انت عشت المثل ده بالظبط مع الشخص ده. الشخص ده بيدور عليك، انتوا عارفين ليه؟ عرف قيمة اللي انت بتقدمه له، عرف ان انت كنت فعلا داعم ليه، عرف ان انت كنت طريقه، او انت اللي كنت بترسم له الطريق اللي مفيش فيه خسائر. ولكن سبحان الله، شخص غريب، انت وثقت في الشخص ده لدرجة ان انت كأنك كان عندك استعداد تهد الدنيا وتبنيها عشان خاطره، ولكن للأسف هو ما قدرش ده. رسالتك بتقولك اتخذ خطوات رسالتك فيها أمر ليك. خد خطوات لضمان الأمن المالي لأطفالك أو أحبائك الآخرين أو لنفسك. القيام باستثمارات حكيمة والتخطيط للتقاعد، احترام للتقاليد العائلية. يعني الكلام ايه؟ اول حاجة انت محتاج انت تاخد خطوات تضمن ليك امانك المالي، امورك المادية اضمنها تماما، واياك تتهاون او تتساهل او يكون في تعاقد بدون اوراق رسمية. احذرهم. خلي بالك من حقوق الاطفال. لو انت عندك اطفال او انت عندك اطفال، خلي بالك، اوعي تسمحي لضياع حقوقهم حتى وان كان السبب ايه. عندكم بعض الاستثمارات، ولكن اختاروا المفيدة منكم وتعاملوا مع الامر بحكمة، بلاش اندفاع وبلاش حد يعشمكم بشيء. ان كنت ناوي ان انت تتقاعد وتعتمد على بعض الارباح، فتأكد ان انت ظروفك تتناسب مع نسبة الارباح او الاموال القادمة ليك. لو انت ما عادش عندك استعداد انك تبذل مجهود او ان انت تداوم على عملك. خلي بالك ان احترامك للتقاليد العائلية والتزامك ببعض الامور ان كانت مؤذية للشخص ده، ولكن هي في صالحك في يوم من الايام، وانت تتأكد من ده تماما. طيب، شايفك ازاي في الطاقة الحالية؟ بيقول عنك ايه؟ بيقول عنك ايه بينه وبين نفسه او مع بعض الاشخاص؟ بيقول عنك ايه اما بيتكلم عنك؟ الشخص دوت شايف ان انت امورك المادية افضل منه، او ان انت كنت سبب ان هو يطور نفسه ماديا، او انت كنت بتعفيه من التزامات مادية. الشخص ده بيقول عليك ان انت شخص حكيم جدا، صبور للدرجة اللي خلتك اتأذيت منه. بيقول عنك ان انت شخص عندك حكمة ونضج ووعي، وكأن خبرتك ونضجك يسبق
سنك كتير. يعني يمكن تكون انت اصغر منه سنا، ولكن انت انضج منه واعقل منه واهدى منه، وعندك ثبات انفعالي، وبتعرف تاخد قرارات او بتعرف تحسم الامور افضل منه. بيقول عنك ان انت فاهم نفسك وعارف قيمة نفسك ومقدر ذاتك كويس جدا. بيقول عنك ان انت شخص متمسك، سبحان الله، متمسك بالعادات والتقاليد، ودايما بتسعى لانك تتعلم وبتعلم بعض الاشخاص، وشايف ان انت او هو شايف انه ما بينتميش غير ليك انت. يعني هو بيقول ده انت البيت، انت الامان، انت الاستقرار، بيرتاح لك جدا. يعني بيقول عليك ان انت شخص مريح، شخص بتعرف تجدد الامل لنفسك وبتجدد الامل اللي حواليك، شخص دايما مبتسم، دايما بتبحث عن الحلول، دايما مكمل في حياتك ومفيش شيء بيوقفك، ودي في حد ذاتها قوة يمكن هو محروم منها. بيقول عنك ان انت شخص صادق جدا، بتعرف تحلل الامور، ولكن احيانا تحليلك للامور وربطك للاحداث بيكون مزعج ليه ومزعج ليك. بيقول عنك انك صريح، واحيانا صراحتك بتكون مؤلمة او جارحة ليه او لبعض الاشخاص. بيقول عنك رغم ان انت شخص عارف ايه ليك وعارف ايه عليك وشخص عملي وشخص جاد جدا جدا جدا، الا ان انت كريم ومعطاء وبتحب روح يعني عارفين حد كده روحه خفيفة، يعني تحب الضحك، تحب ان انت دايما ما تحبش الحزن، ما بتحبش الكآبة، ما بتحبش الزعل، ولكن لما بتزعل بتبتعد تماما وبتلتزم الصمت. عندك روح التحدي، شايف ان انت شخص بتعرف تتحدى، بتعرف تدافع عن نفسك، بتعرف تدافع عن طموحك واحلامك، وبتعرف لما بتصمم على شيء او بيكون عندك اصرار انك توصل لشيء بتوصل ليه. شايف ان انت اسوأ شيء فيك ان انت بتعرف تقاومه رغم حبك الكبير ليه، الا ان انت عندك قدرة انك تقاوم حنينك واشتياقك ورغبتك ليه، ودي تعتبر من اول المساوئ او السلبيات اللي هو بيشتكي منها. الشخص دوت شايف ان انت شخص تستحق الاحترام، تستحق التقدير، شخص عارف ايه ليك وعارف ايه عليك زي ما قلت لك، وشخص دايما محط انظار. يعني بأقل الامكانيات بتظهر كده وتبان وبتكون في اجمل صورة، او الناس عيونها عليك ملفت، شايفك ان انت ملفت جدا جدا للانتباه. طيب نوايا، هل الشخص ده ناوي يكون معاك؟ الحقوق، انها الحقوق يا سادة. الشخص دوت شايف ان الوضع الحالي بيعفيه تماما من الالتزام، بيعفيه تماما من انه يقدم ليك شيء او يثبت ليك حبه. شخص غريب مش عايز حتى يثبت لك حبه، لان اثبات حبه ليك هيتطلب منه التزام، هيتطلب منه مسؤولية، هيتطلب منه انه يرد ليك حقوق. هو في الوقت الحالي غير مهيئ، غير مستعد بسبب ظروف معينة، ضغوط معينة، طاقات سلبية مأثرة عليه، مش معطية للشخص دوت قدرة انه ياخد قرار. الشخص ده يوميا بيفكر انه يتواصل معاك ويعبر ليك عن حبه، ولكن كأنه بيدفع نفسه او بيرجع نفسه او بيراجع نفسه في القرار ده، خوفا من انك تقول له طيب يلا بينا نتحاسب وبعدين نرجع احباب، ان كنتوا حبايب اتحاسبوا، تقريبا حاجة زي كده، فاهم؟ فهو الشخص دوت الوضع الحالي بالنسبة له حقيقي اريح كتير، اريح من انه يقوم بالتزاماته، ولكن مش اريح خالص، ومتعب جدا بالنسبة له ومرهق بالنسبة له وغضبان لان انت مش موجود، ولكن كأنه بيفكر بعقله. طيب هل انا مستعد اقوم بدوري كامل في العلاقة دي؟ لا. يبقى اعمل ايه؟ التمن انه يفضل واقف يبص عليك من بعيد ويتحسر عليك وندمان، وكأنه مأجل خطوة الرجوع الى ان يجد حلول هي بعيدة عنه في الطاقة الحالية، بعيدة
عنه في الطاقة الحالية. فالشخص دوت بيبحث عن مساعدة بعض الأشخاص، يعني ممكن يكون هيوسط بعض الأشخاص بينك وبينه، أو إن الشخص ده ممكن في يوم من الأيام يستفزك زي ما أنا قلت لك عشان خاطر يخليك أنت اللي تبادر أو تخطو خطوة ليه. وعلى فكرة الشخص دوت هيبين ليك إن هو بيراقبك، وهيعلمك في يوم من الأيام إن هو كان بيتتبع أخبارك وبيعرف عنك كل شيء، أو حتى لو أنت متعمد إخفاء نفسك عنه، ان انت مختفي تماما عنه، فيأكد لك انا حاولت اوصل لك لكن انت اللي ما كنتش موجود. كان نفسي اعرف عنك حاجة، وصدقني لو انت كنت ظاهر قصادي انا كنت هتواصل معاك. يعني برضه يحملك انت نتيجة البعد، لانه واضح ان انت مع حد متلاعب وبيحب يتملص من ادواره. ولكن الشخص دوت لو احنا هنجاوب على سؤالنا، بيفكر فيك، بيشعر بالغضب، بيشعر بالخوف، بيشعر بالمسؤولية الغير مستعد ليها. طيب الابراج اللي ظهرت معانا خلال القراءة: جدي، عقرب، قوس، ميزان، دلو، اسد، جوزاء، حمل، عذراء، سرطان، عقرب، الطاقات الهوائية والترابية والنارية والمائية، ثور، حوت. ودي الابراج والطاقات اللي ظهرت معانا حبايب قلبي. انا اسفه ان انا كنت بتكلم بسرعه، بس عايزه الحق انزل لكم الفيديو باذن الله قبل الساعه 11. هوقف الفيديو اروح لاصحاب المجموعه الثانيه. اهلا بيكم حبايب قلبي اصحاب المجموعه الثانيه، واللي كان اختياركم على حسب الحجر البيج الشكل ده من الكروت، او لو اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ط ض ع غ ف ق ك ل م ن ه واو ي. فيلا بينا نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونشوف يا ترى الشخص البعيد عنك، حبيبك اللي بعيد عنك، الشخص دوت فاكرك ولا خلاص نساك؟ هل الشخص ده لما بيفتكرك بيشعر بإيه في البعد؟ هل الشخص ده بيحن ليك أو بيشتاق ليك؟ ما زلت تحمل في قلبه مكان، يعني لسه ليك مكان في قلبه، ولا أصبحت شخص عادي زيك زي أي حد ويقدر يكمل حياته بعدك بدون أي مشاكل؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المجموعة الأولى، ايه يا ولاد الطاقة دي؟ احنا بنعمل في نفسنا ليه كده؟ ليه بنعمل كده في نفسنا؟ طيب اولا عايزه اقولك ان الشخص دوت الفتره دي فتره صعبه جدا عليه، شخص عنده مسؤوليات، عنده عبء كبير، عنده حمل، عنده ضغوط، عنده التزامات وغير قادر على القيام بيها، عنده مش مشاكل، يعني حد كده عنده مشاكل، حياته مش سهله جدا جدا، يعني تقدر تقول فتره صعبه جدا الشخص ده بيمر بيها. مهما حاول يخفف عن نفسه، مهما حاول يهون على نفسه، مهما حاول يهرب احيانا من الضغوط، إلا إن كأن الضغوط محوطة من كل الجهات، ضغوط مادية، ضغوط معنوية، ضغوط بسبب طاقة أسحار متصدرة للشخص ده واضحة جدا، ضغوط بسبب بعض الأشخاص المحيطين بيه. والغريب إن أنا شايفة إن في حياة الشخص دوت مش طرف واحد، لا أنا شايفة فيه كأن امرأتين، وكأن طاقة الأسحار إما من امرأة منهم أو من الامرأتين دول، أو ممكن تكون امرأة في حياته والامرأة اللي بتساعدها في طاقة الأسحار دي. إنما الشخص ده لا، شخص يعني عايزة أقول لكم إن أموره تكاد تكون أيامه سودة، شخص أيامه سودة، دايما في حالة من الحيرة، عدم الراحة، حالة من التوتر، شخص
دايما اعصابه مشدودة، شايل على اكتافه وماشي، مهما يحاول يزيل من على اكتافه حمل يلاقي حمل جايله من الجنب التاني، يزيل حمل يلاقي حمل جايله من الجنب التاني بدون تدخل منه، وكأن يعني عارفين الناس كلها والدنيا والايام جاية عليه. شايفة ان الشخص دوت حاسس انه بيبذل مجهود بدون اي مقابل، يعني بيتعب ما بيلاقيش تقدير، بيمنح ما بيلاقيش عطاء، بيحب ما بيتحبش، بيحاول يتودد لبعض الاشخاص بيلاقي دايما القسوة والجحود وعدم الرضا، حاسس بعدم الرضا من اشخاص من المفترض انهم يكونوا احن الناس عليه، ولكن دي طاقة تخص الاهل، دي طاقة تخص الاهل. يعني انا شايفة شخص، اديكم مثال بالظبط والله العظيم، كأن ابن في بلد اخرى بيعمل مثلا في بلد وبيرجع لامه ومثلا اخته، لان انا شايفه طاقه 2 نساء، امه واخته، بيرجع محمل ليهم بالهدايا والاموال، وتلاقيه مثلا لما يجي يقدم لهم حاجه، ايه اللي انت جايبه ده؟ هو ده اللي افتكرتنا بيه؟ فتحسوا ان هو الشخص دوت بيحاول يتودد لاهله، دي طاقه اهل، دي طاقة أهل، مش طاقة طرف آخر، مش زوج أو زوجة، أهل. بيحاول يقرب منهم، بيحاول يتودد ليهم، ولكن دايما رافضين أو بيستفادوا، لكن مش بيسمعوا الكلمة اللي هو عايزها أو اللي هو يستحقها على الأقل. ولو في زوجة في حياة الشخص ده، أنا شايفة إن الزوجة دي تعتبر هي مصدر الإيذاء، مش لأن هي مؤذية، ولكن لأن هي مسيطرة عليه، وهو كاره جدا جدا طريقتها حتى في الحب. يعني حتى لما بتيجي تقرب منه، لما تيجي تتودد ليه، لما تيجي تخطط كزوجة عادية أو كزوج يخططوا للحظات رومانسية، تلاقيه رافض، رافض، مش حابب. ليه؟ مش متشافة او مش متشاف. يعني الطرف الاخر كزوج، انا قلت لكم لو اهل الوضع ايه. طيب لو زوج او زوجة، فكأن الطرف الاخر كزوج او زوجة في حياة الشخص ده مش متشاف، ولكن لما بيشوفهم اعداء. ليه؟ لانهم كانوا سبب ان الشخص ده يبحث عن رغبات في اماكن اخرى. انا اسفة، انا اسفة، الشخص ده كأنه محمل الطرف اللي في حياته نتيجة ان هم كانوا السبب في انه يكون متعدد العلاقات. لو كانوا من البداية بيحبوه، لو كانت العلاقة مستقرة، لو كانوا ناس بيقدروه، لو ما كانش بدأ يلجأ إلى علاقات عابرة في حياته عشان يقضي لحظات سعيدة. ولكن صدقني، وفي الطاقة الحالية الشخص دوت ندمان أشد الندم. ليه؟ لأن بعد معاش اللحظات السعيدة، ودي تخص لو كانت اللي بيسمعني امرأة، خلوا بالكم. يعني لو اللي انت بتسمعني راجل، الطاقة دي مش بتاعتكم خالص، الطاقة دي تحديدا مش بتاعتكم ابدا. الطاقة دي لو اللي بتسمعني امرأة، واللي لو تعلم، عشان برضو احنا في قراءات عامة ما نظلمش حد، لو اللي بتسمعني اولا امرأة، ثانيا متأكدة ان الشخص ده متعدد العلاقات، راجل زي ما احنا بنقول كده، ديل الكلب عمره بيتعدل، بس ديل الكلب اتعدل، عشان تكونوا عارفين. ليه بقى؟ لان الشخص دوت كان في ظل وجود زوجة، كان دايما في علاقات متعددة عشان يشبع رغبته او يشعر برجولته او يشعر بقوته، في شيء نفسي بيدفعه، وكأنه هو بيشعر انه مرغوب، لانه كان مرفوض وما زال مرفوض، لذلك هو بدأ يرفض. تمام؟ افهموا القصة معايا. فالشخص ده والله كأن الكروت بتحكي القصة بالظبط. فالشخص ده بدأ يلجأ لعلاقات أخرى، علاقات غير صحيحة ولو كان رجل، ولكن في الوقت الحالي الشخص ده مش بيتمنى غيرك انت. وكأنه هو لما عاش معاك وشاف الحب معاك، اكتشف الفرق الرهيب بين الحب المزيف والجري ورا الرغبات، وبين حب حقيقي حد بيمنحه بدون اي مصلحة. لذلك طاقته تجاهك، هو عارف انه اخطأ في حقك، عارف انه اذاك، عارف انه ما كانش امين عليك، عارف انه هو خدعك وتلاعب بيك، وانه كان يملك انه يحالك الامان والاستقرار. ولكن رغم ان انت كنت بتقدم له، بصوا الشخص دوت شايف ان انت كنت بتقدم له كل حاجة، يعني الطاولة دي عليها مشروب، عليها فاكهة، عليها اموال، عليها، رغم ذلك كان دايما عايز اكتر.
فهو عارف ان هو كان عايز منك اكتر لدرجة ان هو كان جشع معاك او استغلك بطريقة فيها ايذاء قوي جدا جدا ليك يا صاحب المجموعة الاولى. فالشخص ده ندمان اولا، ضغوط حياة صعبة، رافض الطرف اللي في حياته، مش قادر يقرب منه ان كان زوج او زوجة، لو اهل مش لاقي راحته معاهم لانه حاسس ان محدش بيقدر تعبه ومجهوده. الشخص ده كان متعدد العلاقات ولكن في الوقت الحالي مش قادر يكون متعدد العلاقات زي ما كان، مش عشان الطرف الآخر أو الزوج أو الزوجة، لا، انت كأن انت دوقت الشخص ده طعم الشيء الحقيقي، الحب الحقيقي اللي بدون مقابل، اللي مفيش من وراه مصلحة، اللي مش مؤقت، اللي فيه أمان، فيه استقرار، فيه عطاء يعني يمكن هو عمره ما تقدم له من اي حد تاني. لذلك طاقته تجاهك هو كأنه مش قادر يقتنع انك ممكن في يوم من الايام انك ترجع تمنحه الحب اللي هو في الوقت الحالي في اشد الاحتياج ليه. طيب اجل طاقتك انت يا صاحب المجموعة التانية. اصحاب المجموعة التانية انا شايفة ان انت كأنك بتقول انا تعبت حقيقي، تعبت من الانتظار، تعبت من الصبر، تعبت من التحمل، تعبت من كتر ما انت بتجدد الامل في الشخص دوت وبتتوسم في خير وبتشوف انه ممكن بكره يتغير، ممكن لما انت تقدم له شيء يقدر الشيء دوت فيعمل اعتبار ليه ويعمل حساب ليه فيحافظ عليك ويحتويك ويثبت ليك حبه ليك، ولكن للاسف الشخص دوت ما كانش بيعمل اي شيء من ده. فانت شغال على نفسك كويس جدا، بتحاول تحقق التوازن في حياتك، اخد قرار بينك وبين نفسك ان انت تكتفي بذاتك. منكم اشخاص على فكرة القراءة دي في نسبة لا تقل عن 50% انتوا علاقات رباعية، هو في حياته طرف وانت في حياتك طرف، ولكن رغم ان انت في حياتك طرف الا ان انت اخد قرار انك تكمل حياتك لوحدك، انك تعتمد على نفسك، ان انت تكون صاحب يعني حتى وان كانت اللي بتسمعني امرأة. انا متأكدة ان كتير منكم زوجك لا يملك ان يملي عليك اي شروط، انت صاحبة قرار، بتروحي وبتيجي متحررة ولكن متمسكة بالعادات والتقاليد، متمسكة دايما بدينك. ودايما أصحاب المجموعة التانية دايما بتخافوا من العقاب، بتخافوا من المحاسبة، بتخافوا من المحاكمة، دايما بتخافوا ربنا في خطواتكم. وكأن انتوا بتقولوا، يعني هقولها لكم بصراحة ودي يمكن أدق التفاصيل، يعني مش عارفة أو طاقة جانبية، يعني كأن لو انت زوجة وهو زوج وانت حبيت الشخص ده، فكأن انت بتقولي الوحيد اللي خلاني عملت حاجة انا يمكن عمري ما كنت وافق عليها. وكأن عموما بقى الشخص ده كان سبب ان انتوا تخليتوا عن مبادئ، تخليتوا عن عادات، تقاليد، مفاهيم معينة كنتوا انتوا متمسكين بيها، تخليتوا عنها لأجل الشخص ده. ولكن انتوا في الطاقة الحالية ما عندكوش اي استعداد انكم تتخلوا عن نفسكم او مبادئكم او معتقداتكم او دينكم او مش عارفه اقولها ازاي، ربنا يسامحني. الطاقه واصلاني ان انت كانك بتقول انا مش هغضب ربنا عشان حد، بس مش هقول اكتر من كده. ما اعرفش، هي دي الطاقه. طيب لو هي دي مش طاقتكم ما تسمعوش باقي القراءه، انا اسفه، انا والله بقولها بمنتهى الشفافيه. ولكن انت سبحان الله انت عندك توازن وعندك سعاده وعندك استقرار. على فكره اصحاب المجموعه التانية طاقتك تجاه الشخص دوت انت بتحمي نفسك من كل المشاعر اللي بتشعر بيها بتقودك للشخص ده. يعني انت كل يوم عايز تتواصل معاه، كل يوم عايز تكلمه، كل لحظة مش قادر تنسى. او لمنكم عندكم طاقة شغف عالية جدا 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 جدا. انا معرفش مين اللي بيسمعني ومش عايزة حد يكتب لي كومنتات، يعني مش عارفة القراءة دي فيها حاجة ممكن تبقى جارحة لأصحاب القراءة، ولكن انا هقولها بصراحة، ورزقي ورزقكم على الله. انتوا عندكم طاقة جسدية عالية، يعني شغف عالي جدا، طاقتكم تجاه الشخص دوت نارية، انتوا محتاجينه، انتوا عايزينه، سواء رجل او امرأة. انتوا ما بتعيشوش المشاعر ولا لحظات رومانسية الا مع الشخص ده. وانت كبني ادم انت في احتياج، انت عندك طاقة احتياج، فانت في الوقت الحالي مش فارق معاك اي شيء في الدنيا قد ان انت تتصدى لطاقات الاحتياج اللي انت متأكد او انت متأكدة ما حدش يقدر يلبيها الا الشخص ده. تمام؟ طيب الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين حب، كارت اللافرز، انتوا الاتنين عاشقين لبعض، انتوا الاتنين بتحبوا بعض، انتوا الاتنين حبيتوا الحب لما عرفتوا بعض،
انتوا الاتنين حبيتوا العلاقات لما عرفتوا بعض، انتوا الاتنين حسيتوا ان انتوا لسه مرغوبين، انت وهو لسه مرغوبين ولسه ممكن تحبوا وتتحبوا من جديد لما انتوا الاتنين قابلتوا بعض. انتوا الاتنين نفسكم في بداية مع بعض، انتوا الاتنين نفسكم ان حياتكم تبدأ من جديد بوجود بعض، وكأنها تبقى مرحلة جديدة في حياتكم هتعيشوا فيها اللي ما عشتوهاش، وهتعيشوا فيها اللي انتوا كنتوا بتتمنوا تعيشوه مع الشخص ده، ولكن على أرض الواقع في الحقيقة. انتوا الاتنين حاسين ان انتوا خسرتوا كتير في بعد بعض، ما خدتوش حقوقكم من الدنيا، خدتوا حقوقكم في كل حاجة إلا الحب. إلا الحب. انا ممكن انت هو بتقول انا قادر اتكيف، قادر اتعايش، قادر امشي اموري، بعرف اكسب، بعرف احقق استقرار، بعرف اسعد اللي حواليا، لكن الحاجه الوحيده اللي ماليش حظ فيها ان احب واتحب. يوم ما ربنا كرمني ولقيت واحد بحبه ولقيت عنده مشاكل الدنيا والاخره، ولما اتاكد من حبي استغلني، وهو كانه بيقول لما لقى اللي بيحبه بيتعاقب بسبب علاقات كانت في حياته، او بيتعاقب لان في اضطرابات في حياته وفي مشاكل وفي تحديات وفي اشخاص. وما ننساش ان في طاقة اسحار متصدرة للشخص دوت، انتوا الاتنين بتدفعوا ثمنها في الوقت الحالي. الطاقة المشتركة بينكم انتوا الاتنين، انتوا عارفين ومتأكدين ان العلاقة دي ما ينقصها الا قرار حاسم، قرار بان نحدد احنا عايزين نعمل ايه في حياتنا صح، وعايزين بعض، وبناء عليه ناخد القرار. ولو العلاقة دي اتاخد فيها قرار ايجابي لصالحكم انتوا الاتنين، مفيش شيء ممكن يقف بينكم. فانتوا الاتنين متأكدين ان العلاقة دي محتاجة قرار حاسم، محتاجة امكانيات، عوامل مساعدة. بصوا حبايبي، الشخص ده عشان يتنقل من مكان لمكان لازم يكون فيه عوامل مساعدة، والاتنين دول عشان يتحركوا لازم يكون في شيء يساعدهم ان هم يتحركوا. فلا العربة هتسير بدون القائد، ولا القائد هيوصل لطريقه بدون العربة، ولو العربة ما فيهاش الحصانين دول مش هتمشي. فهنا احنا محتاجين عوامل مساعدة، قرار قوي يدعم العلاقة دي ويخلي فيه حركة في علاقة في الوقت الحالي فيها ركود بنسبة 100%. رسالة ليكم وبعدين هنشوف هل الشخص ده فكرك ولا خلاص نساك. تخيلوا ان الشخص ده شايف ان انتوا اشد عقاب ممكن ربنا يعاقبه بانه يتحرم منه، يعني حرمانه منكم ده بالنسبة له عقاب ربنا ليه. فتخيلوا انتوا قيمتكم ايه عند الشخص ده. رسالتك بتقولك خوف لا أساس له من الصحة، شيء انت خايف منه ومرعوب منه وبتتمنى من ربنا انه ما يتحققش. الرسالة بتقولك الشيء ده ملوش اي اساس من الصحة، انت مخوف نفسك على الفاضي. ليه؟ لان انت احيانا بتركز على اسوأ السيناريوهات. ده مش راجع، اصل ما بيحبنيش، اصل هو في حياته علاقة اخرى، اصله رجع لاصله، اصل هي مادية ولقيت حد يديها يحقق لها الامان اكتر مني، حد مستواه المادي اعلى مني، حد. فاهمين؟ فهنا عندكم مشكلة انكم بتجذبوا الأسوأ. ليه؟ لان توقعاتكم دايما بتكون بسيناريوهات سيئة. اسمح للقلق بانه يزول، ولو في قلق يخص مشكلة خلي القلق على قدر المشكلة وبناء على أمور مؤكدة بالنسبة لك. ما قلقش لشيء أنا مش متأكد منه. عارفين بالظبط زي إيه؟ حد مثلا يشعر بتعب بس هو لا راح لطبيب ولا عنده خبرة ولا هو أصلا طبيب، ويقولك أنا عندي مرض فلاني. طب يا حبيبي انت رحت كشفت؟ لا. طب انت عملت اشاعات؟ لا. طب عملت تحليل؟ طب انت قلقان ليه؟ لا انا احساسي بيقول لي ان في. انتوا بقى لو انتوا في حد منكم كده فرجاء حاولوا تتوقفوا عن الموضوع ده، لان انتوا بتجذبوا لنفسكم امور سلبيه انتوا في غنى عنها اصلا. طيب يا ترى الشخص ده فاكرك ولا نسيك؟ وايه اللي بيشعر بيه لما بيفتكرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.
انساك؟ يا سلام، انساك ده كلام اهو، ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه. ليه بتقولي كده من اول كارت؟ انت شفتي اول كارت وقلتي كلمات الاغنية دي، طب ليه بتقولي الكلمة دي؟ انا سألت نفس السؤال اللي انتوا هتسألوهوني وحاولت اتأكد منه. ليه بقول؟ لان الكارت ده لما ينزل لي فوق كارت الاعباء والضغوط والحمل الكبير اللي شايله، يبقى بعدك عن الشخص ده جزء كبير او يكاد يكون الجزء الاكبر من الضغوط والاعباء اللي متحملها، واحساس بانه خلاص ما عادش قادر يتحمل اكتر من كده. الشخص دوت شايف ان العلاقة بينك وبينه اصبحت تحدي، اصبحت علاقة صعبة بعد ما كانت يعني بقت اصعب مما كانت عليه. يعني هو عارف ان العلاقة دي مفيش حد بيتمنى حاجة الا اذا كانت حاجة بعيدة وحاجة فيها صعوبة ومحتاجة تحديات ومحتاجة مجهود. فالعلاقة دي في الوقت الحالي بقت اصعب ما كانت عليه في الماضي، لان هي في الاساس علاقة صعبة، علاقة مش سهلة، وكان مطالب منكم انتوا الاتنين انكم تكونوا احن على بعض، تقووا بعض مش تقووا على بعض. هتقولي انا كنت حنين، انا ما كنتش قوي عليه، ولكن الشخص دوت اجبرك انك تظهر الشخصية الاخرى منك اللي تخليه قاعد في الوقت الحالي بيفكر يا ترى انت شايفه ايه، يا ترى انت بتقول عليه ايه، يا ترى بعد اللي حصل منه ليك واللي صدر منه ليك هل انت ما زلت تعتقد انه ممكن يعني يكون له مكانة في حياتك او مكان في حياتك تاني. الشخص دوت بيفكر فيك، ولكن تفكيره كله متركز على شيء واحد: انت بعد اللي حصل بينك وبينه هل ممكن تسمح ليه انه يكون في حياتك من جديد وتاخد قرار البداية، او لو هو خد قرار البداية انت ممكن بحنانك وتعاطفك وتسامحك المستمر وقدرتك على التحمل، هل انت ممكن تحنو عليه وتقبل انه يكون في حياتك من جديد وبعد كده يرجع يشعر ان اكيد الاجابة لا؟ فواضح ان انتوا الاتنين بسم الله ما شاء الله يعني طباعكم واحدة. هو انت بتفكر في أسوأ السيناريوهات وهو مش قادر يتوقع انك ممكن تقبله، لكن انت بتفكر في أسوأ السيناريوهات على غير شيء مؤكد، اما هو اللي بيأكد له تصرفاته معاك. ده غير ان في تأنيب ضمير على امور صدرت منه خطأ، وعنده اعتقاد ان ربنا بيعاقبه بان ربنا بيحرمه من اغلى امنية في حياته اللي هي انت. طيب نكمل. هل الشخص دوت بيكون مرتاح وهو بعيد عنك؟ بيلاقي راحته في بعدك؟ ده مستعجل، ده مستعجل. انتوا شايفين؟ طبعا حبايبي حفظوا لما اسماء بتنزل كارت زياده على كارت معين بتبقى عارفه ان عندها سؤال. الشخص دوت شايف ان هو انت اللي بتكمله. طيب هل الشخص ده شايف ان العلاقه انتهت؟ لا، لانه شايف ان دي علاقه قدريه، وبيتمنى ان القدر يجمعه بحبيبه، يجمعه باكتر انسان كان مرتاح ومبسوط وراضي معاه. الشخص دوت كل ما بيعيشه في الطاقه الحاليه امنيات، حاسس ان العلاقه دي محتاجه معجزه، محتاجه ضربه حظ، محتاجه انقلاب يحصل كده قدري من عند ربنا، وفجاه تبقوا انتوا الاثنين ظروفكم مهيئه انكم تكونوا مع بعض وتقدروا بالفعل تكونوا مع بعض. الشخص دوت على فكره زعلان منك وزعلان على نفسه وزعلان عليك، وحاسس ان هو يعني ما قدرش يحافظ على البدايه اللي كانت ممكن تكون طريقه للصلاح، طريقه للهدايه، طريقه للنجاح، طريقه لانه يثق بنفسه او يتعوض من خلالك. انت تكون بالنسبه له تعويض عن كل شعور وكل احساس وكل تقدير اتحرم منه، لان انت بالفعل منحت كل ده، ولكن منحت في وقت الشخص ده كان في منتهى قوته. خلي بالك، انا قصادي شخص بيتعامل معاك بناء على ما يشعر بيه. الشخص دوت كان متاكد، كان قوي، يعني عارفين حد مستقوي، ما كانش ضعيف. يمكن انت دخلت حياته في ظروف كانت صعبة واتصلحت، اتظبطت،
فاستقوى من جديد، شاف نفسه من جديد، فكان دايما بيشعرك بانك مالكش قيمه او اللي انت بتقدمه له. وممكن منكم الشخص دوت كان دايما بيحاول يشعركم ان اللي انتم مش هتقدموه في غيركم هيقدمه. فكان في هنا زي مساومه او في بيصير عطائك، انك تعطي اكتر. عارفين انت بخيل فتدي، انت بخيل فتدي، انت مش بخيل، لكن بيعرف يضغط على زر معين لمجرد انه يحصل منك. وفي اللحظة اللي انت اعلنت رفضك عن العطاء هو اتغير واتبدل. ليه؟ لانه كان في عز قوته وكان ضامن وجودك، وكان متخيل ان انت اللي انت مش هتقدمه لي النهارده وانا بطلبه هتلف الايام ودور وهتيجي من نفسك تقدمه لي. ولكن فجأة اكتشف ان انت الايام لفت ودارت، هو اللي ما زال في حالة انتظار، ضميره بيأنبه، ندمان، مش قادر ينساك، والاكتر من نسيانك مش قادر ينسى هو عمل فيك ايه، اجبرك انك تتحول وتظهر شخصية رافضة لوجوده في حياتك، او رافض تكون مع انسان قل في نظرك. فهو مش نسيك ومش قادر انه يتخطاك. طيب هو شايفك ازاي في الطاقة الحالية؟ شايفك ازاي؟ بيقول عنك ايه لما بيتكلم عنك بينه وبين نفسه او بيتكلم عنك مع حد؟ ايه كلامه، طبيعة كلامه عنك؟ هل بيذكر ايجابياتك ولا بيذكر سلبياتك ولا مش عايز يفتكرك اصلا؟ لا، ده هو شايف ان انت اللي مش عايز تفتكره اصلا. يا رب يكلمني، يا رب يتواصل معايا، يا رب قلبه يحن ويرق ويشتاق ويضعف. طب يا رب يعني يجي له زهايمر وينسى، بعد الشر عنكم، بس هو كده. يا رب يجي له زهايمر وينسى اللي انا عملته فيه ويرجع يكلمني. يا رب وهو نايم يمسك تليفونه ويتصل بيا. انتوا متخيلين حد؟ لا، ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. الشخص دوت شايف ان هو كان سبب خيبة امل ليك، كان سبب ان انت ندمت اللي انت سامحت مرة واتنين وتلاتة، اعطيت فرصة مرة واتنين وتلاتة. فهو شايف على قد ما انت كنت شخص متسامح جدا، صبور جدا، معطاء جدا، الا ان ندمك لان انت اعطيت وما حصلتش على شيء. فهو شايف ان هو كان سبب خيبة امل ليك، سبب فوضى في حياتك، عشوائية في مشاعرك. ايوه، لدرجة ان منكم الشخص دوت عارف ان هو سبب لك عشوائية او لخبطة في مشاعرك. ما بقتش قادر تحدد هل انت عايز تتحب ولا انت عايز بس تحب وتتأذى. شايفك ازاي؟ شايف ان انت بتقدر سبحان الله رغم الإيذاء والندم والقلق والحزن وخيبة الأمل اللي سبالك، إلا إن أنت بتقدر تجدد من أولوياتك. عندك من المرونة اللي بتخليك تتقبل الظروف، تتقبل البعد، تتقبل هجره ليك، رفضه ليك، وتبدأ تجدد نفسك من جديد وتجدد مشاعرك من جديد، وبتحقق التوازن في حياتك حتى وإن كان التوازن هيعرضك للخطر. إلا إن أنت شخص مجازف، ما عندكش أي استعداد إن أنت تحزن، إنك تيأس، إن أنت تبكي أو تنهار أو تظهر احتياجك يمكن كما كنت في الماضي، وكأنه بيبص عليك وبيحكم عليك من شخصيتك الجديدة. الشخص دوت شايف إن هو كان خسر اللعبة معاك، انتوا كنتوا كأنكم بتلعبوا اللعبة وهو خسر اللعبة، بمعنى إن أنت انتصرت وهو الوقتي مهزوم. فبالتالي شايف ان انت بتعيد تقييم العلاقة وبترتب اولوياتك من جديد، وما عندكش استعداد انك تكرر اخطائك، في حين ان هو كانت اخطائه دايما متكررة قصادك. يعني عارف ان انت اتعلمت الدرس وفهمت الرسالة من العلاقة دي. شايف ان انت يعني كنت بتعرف تتواصل وبسرعة، وكان دايما عندك رغبة انك تكون معاه، دايما شغفك بيقودك ليه، دايما كنت بتيجي على نفسك وعلى مهامك وعلى مسؤولياتك لأجل انك ترضيه وترضي نفسك بوجودك في حياته. فهو بيتمنى ان انت ترجع بس للجزئية دي من شخصيتك. ما عندوش مانع انك تفضل الشخص اللي القاسي او اللي بتعرف تجدد من نفسك او نسختك الجديدة، ولكن بيتمنى ان انت قلبك يحن او تضعف قصاد احتياجاتك ليه، فتتواصل بسرعة وتجدد مشاعر او تجدد العلاقة دي او تحقق فيها الحركة بعد
الركود، شايف ان انت كارت اللافرز نازل تاني ونازل لي فوق كارت اللافرز، شايف ان انت عشيقه، حبيبه، شريكه، نصه التاني، اللي بيلاقي معاه متعته، اللي بيلاقي معاه. اقولها لكم بصراحة، الشخص ده شايف ان انت الوحيد اللي بتثير شهوته، وبالتالي الشخص ده على يقين انه غير قادر على اقامة اي علاقة جسدية مع اي طرف اخر، لدرجة ان ممكن الشخص ده يكون بيشك ان انت عامل له طاقة اسحار بانه ما يقدرش يقوم بحياته الزوجية عادي لو كان هو زوج او كانت هي زوجة. شايف ان انت كنت وما زلت الفرصة اللي حب يستغلها ويمسك العصاية من النص، ولكن للأسف فشل ذريع وضيع الفرصة من ايده، وضيع المنحة او البداية اللي كانت هتقوده لحياة افضل، ضيعها من ايده. شايف ان انت الوقت متضايق منه، مخنوق منه، مش طايقه ولا طايق اسمه ولا طايق سيرته، ولا عندك استعداد انك تتواجد في مكان هو موجود فيه، وكأن انت بتحاصر نفسك، بتحمي نفسك من ان انت تكون قصاده او قصاد عينه، رغم ان هو بيتمنى انه يقف قصادك ويكون معك. بيقول عنك ايه؟ وده اخر كارت، بيقول ان انت شخص حساس جدا، شخص قلبك صادق، شخص روحاني، ودايما احساسك بالامور بيكون على حق. يعني كل توقعاتك عنه كانت حقيقية، شكوكك فيه كانت حقيقية، وانا بقولها بمنتهى الثقة، لما كنتوا بتشكوا فيه كانت شكوكك فيه حقيقية. فهو شايفك شخص خارق للعادة، او بتملك من كل شيء كل شيء. يعني في حد ممكن يكون صادق ولكن كسول بطيء، انت لا، انت صادق وعندك نشاط، صادق وعندك استعداد تشتغل على عملك وعلى حياتك. عارفين، هو شايفك كامل الاوصاف، كامل الاوصاف، لدرجة ان الشخص دوت فعلا مفتون بيك. انتوا شايفين البنت الجميلة اللي في الصورة؟ مفتون بيك. ويمكن في منكم اشخاص او بنات بتعملي شعرك لورا كده، او انتوا شعركم طبعا معظم الناس شعرها اسود، ممكن يكون فيك شبه من ملامحها. هي ملامحها على فكره زقنانه كده وجميله، وخدودها بارزه، لها خدود كده. لو انتوا لكم خدود كان بيحبوا خدودكم، فهو كده. فهو شايف ان انت كامل الاوصاف، الكمال طبعا لوحده، ولكن انت من وجهة نظره، يعني هقولها لكم بصراحة، الشخص ده يمكن لو هو بيعرف يرسم واعطوه قلم وكراسة وقالوا له ارسم فتاة او فتاة احلامك، اما هيرسمك او هي هترسمك بالظبط. ويمكن الشخص ده ايا كان بقى رجل او امرأة تخيلكم قبل ما يشوفكم، يعني كان بيحلم بيكو، كان بيتخيلكو، كان بيرسم في خياله كده صورة للنموذج المثالي للأنثى أو النموذج المثالي للرجل. أنا مثلا بحب الرجل أسمراني يكون شنبه، أو رجل أبيض طويل. فسبحان الله، انتوا بالظبط كأنكم بتضاهوا الصورة اللي هم كانت في خيالهم من سنين قبل ما يشوفوكوا أو يعرفوكوا. طيب نشوف، هل مستعد يتواصل معاك؟ عايز يكون معاك ولا لا؟ طيب الشخص ده عايز يكون معاك بجد، يعني في نواياه انه يرد ليك حقوقك، يتزوجك، يترك شيء، اما صفات سلبية انت اتكلمت عنها، او يترك علاقات، او يترك مكان لاجل ما يكون في مكان انت فيه. يعني شخص عنده استعداد يبحث عنك، واينما كنت هيجيلك، واينما تريد يلبي رغباتك. ليه؟ لان الشخص ده
شعر بان انت خسارة كبيرة لا يمكن تعوضها، ولكن اي خطوة منه في الوقت الحالي اكيد لا. ليه؟ لان في شيء معطل الشخص ده قصادي، وفي شيء غامض غير مكشوف غير مفهوم غير معلوم لشريكك بيسبب له خسائر وبيسبب له حالة من الضغوط وحالة من الاعباء، ومخليه واقف مكانه مش قادر يجيلك. الشخص ده مع اول فرصة يقدر يتواصل معاك من خلالها هيتواصل معاك، حتى وإن كان شخص عنيد، حتى وإن كان بيتحداك، ولكن الشخص دوت إحساسه بخسارتك كل ما بتزيد، رغبته في إنه يبحث عنك ويجيلك ويعطيك حقوقك بتزيد. فالشخص ده عايز يجي، عايز يرد حقوق، عايز يرسم، عايز يرضيك، عايز يتكلم معك عن مشاعره، عايز يحكي ليك عن امور كتير في حياته غامضة يمكن مش مفهومة بالنسبة له، ولكن هو الى الان مش لاقي الفرصة اللي يقدر يتواصل معاك من خلالها. حتى وان كان الشخص دوت عامل لك بلوك، صدقني الشخص دوت يمكن كل يوم بيفكر انه يزيل البلوك ده، ولكن كأنه بيفكر في ماذا بعد التواصل، ماذا بعد فك البلوك، ماذا بعد تعبير عن مشاعر، احتياج، رغبة، اعتراف بأخطاء. ايه اللي بعده؟ هو عارف ان انت هتقوله ها وبعدين. كلمة وبعدين بالنسبة له اكبر عائق بينك وبينه بعد طاقة السحر. طيب الابراج اللي ظهرت معانا خلال القراءة، طبعا برج الجوزاء ظاهر معانا مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوزاء طبعا سرطان، عذراء، حوت، الطاقات الهوائية والترابية والنارية والمائية، جوزاء، جدي، حمل، عذراء، ثور، سرطان تاني عقرب، قوس، ميزان. السرطان وطاقة برج السرطان ظاهرة كتير جدا، دلو، أسد، وأخيرا برج الجدي. وبكده حبايب قلبي قراءتكم تم. أتمنى يا رب أن الطاقة تكون وصلت لأصحابها والقراءة مرضية ليكم. بحبكم من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.